الطبيعة من قلب الجنينة تاعي. اليوم جيتكم تحضيرات رمضان، تحضيرات رمضان اللي طلبوهم مني البنات اللي عندي في القناة واللي رايحين يستافدوا منهم ايضا في التحضيرات. اليوم غادي ندير جزئين، الجزء الاول للخضار والفواكه والنصائح، والجزء الثاني هو للمملحات ان شاء الله. كما قلت لكم كاين ناس بزاف، الدجاج راه مورايا راه داير حاله، كاين ناس بزاف يعني ما تحبش تجمد رمضان، يعني بدون انتقادات وتعليقات جارحه، وكاين ناس ما عندهاش وقت مثل العاملات، حتى النساء راكم عارفين يعني وقت رمضان تعجز المرأة باش توقف كتير كتير في المطبخ، لأنه هذا يعني بصراحة متعب جدا. لهذا لازم نخبو أموات القليل في المجمد باش نحتاجوه للشهر الكريم. لهذا الناس اللي ما تجمدش يمكن تدي من عندي استفادة وتحضرهم في نفس الوقت، والناس اللي تحب التجميد دير الخطوات اللي راح نديرها وتتبعني وراح تستفيد أيضا. كما قلت لكم البنات، انا الان راح نقدم شكر لحبابتي من هذا المنظر الجميل الى مختاريه اللي تعطيني كل يوم النصائح واللي طلبت مني هذا الفيديو. نذكر ايضا ام شوشو بيشو، صديقتي وحبيبتي واختي الغاليه، اللي نتمنى لك كل النجاح والتوفيق في حياتك يا حبيبتي والسعاده ان شاء الله. بالمزيد يعني للقناة أم ريان تشجعوها وتوقفوا معاها وما تبخلوش عليها باللايكات والمشاهدة الكاملة. يلا إلى مطبخ أم ريان باش نحضروا تجهيزات رمضان 2019. يلا مع بعض. أول وصفة وهي القزبر اللي نستعملوه في عدة أشياء في الشهر الكريم، منها الحريرة، الشوربة، وأيضا في السلطات أو في المقبلات كما هكا، يعني يعطينا رائحة جد رائعة. أنا هنايا غسلت القضبة تاع القزبر مليح وفرستها كاع، ما لقيت فيها ولا شيء مليحة. الآن أنا راح نعطيكم طريقتين. الطريقة الأولى وهي راح نحكم البوكي تاعي وراح نقطعه رقيق كما هكا، وراح نجيب بابي فيلم او ورق فيلم هذا اللي نستعملوه، انا راح نقطعه شويه هكا صغير، وراح ندير على حسب قد ملعقه او زوج، ونديرهم هكا كموسات صغار، نحزمهم كما راكم تشاهدوا. تسهل علينا العمليه، كل يوم ترفدي كموسه صغيره كما هكا. انا راح نقوم كاع بهذه العمليه وراح نتلاقوا. الطريقه الثانيه وهي اني نجيب البوكي تاعي ونخليه ما نقسمش كما راكم تشاهدوا، ونجيب الورق تاعي هكا. تسهل عليك اختي الكريمه باش ديري الحريره تاعك، يعني تجبدي البوكي تاعك بدون تقطيع. كيما هكا. راح نعاود معكم واحده ثانيه ايضا، هذا يسهل لك كتير باش ديري الحريره والشوربه.
ونخلوهم. الان راح نجيب لي صاك اللي راح يدخلوا للمجمد، وراح ندير كاع الكموسات تاعي تاع القزبر. الان ما راحينش يلصقوا خاطرش كل واحد راه في ساشيه، وهكا تختاري ما بين تاع الحريره او تاع اكل اخر باش ترمي فيه القزبر، وراح نغرقوا عليه. وممكن تكتبي بلي زيتيكات ديري هنايا يعني هذا القزبره. راح نديروا نفس العمليه للمعدنوس تاعنا. بصراحه انا هنا تاني غسلته وراح ندير نفس العمليه، وانما يعني المعدنوس راح نقطعه رقيق لانه نستعملوه في عده اكلات منها المعقوده. نقطعوه تاع رقيق. وراح نعمروه في الساشيات ديريكت. انا هنا راح نجيب الساشي ديريكت، راح نخوي منه كاع الهواء باش ما يقعدليش فيه الهواء الداخل، وراح ندير الكميه تاعي تاع المعدنوس البيرسيل على حساب اللي نحتاج. انا راح نكمل كل الكميه تاعي معكم. كما قلت لكم هادو يعني طلبات للاخوات اللي في القناه في تحضيرات الشهر الكريم. هكا يسهل عليا العمليه. لما يتجمد يعني راح تنقلع عنا كي نقلعوا الحفنه هكا شويه بالملعقه، راح تسهل علينا العمليه. يعني القزبر والمعدنوس. الان راح نقوم بتجميد الليمون اللي نحتاجوه كما تعرفوا مليح في الحريره، في سواء السلطات، في كل شيء بصراحه. والان راه الثمن تاعه مناسب، لازم نغتنموا هذه الفرصه. اول شيء انا غسلته مليح مليح، خصوصا لما تكون فيه بعض الاحيان ديك النقاط السوداء. غسلته مليح خليته في الماء. الان انا راح نرمي الماء تاعي، وراح نجيب ورق وراح نشف الليمونه تاعي، ونجيب ساشي اللي راح يدخل للمجمد. انا هنا راح نوريكم طريقتين، نمسحها ونحط في الساشي تاعي على حسب الكميه اللي راح تديروا. وراح
نغلقوا الساشي وراح نديروه في المجمد كونجيلاتور. اما الطريقه الثانيه وهي طريقه العصر، انا هنايا راح نجيب الليمونه تاعي وراح نقوم بعمليه العصر. خصوصا الى عندكم يعني كميات كبيره، ماذا بكم غير تستعملوا الاله الكهربائيه احسن. انا راح نكمل كل الليمون تاعي بهذه الطريقه. والدليل انها ما تخلي ولا قطره ليمون الداخل، هذا الشيء الجميل. الان راح نجيب الليمون تاعي اللي حصرته وراح نديره في قوالب. تستعملي اي قالب عندك في البيت او يعني تاع الكلاصون او اي شيء اختي. انا راح ندير هنا باش تسهل عليا العمليه، ندير شويه شويه ندخلهم للمجمد ليله كامله باش نديرهم في الساشي الغدوه من داك، او انما فقط كي تشوفوهم جمدوا ديروهم في الساشيات. انا راح ندخلهم للمجمد. الان بعد ما العصير تاعنا جمد كما راكم تشاهدوا راح نقلعوه من القالب. وكنصيحه كي ندخلوا القالب ونديروا قالب كيما هكا تاع السيليكون، ماذا بينا نديروا سنيوه تحته باش ما يخرج لناش العصير. انا الان باش ما يلصقليش واحد على واحد راح نديره في بلاستيكه وراح ندخله للمجمد، وهكا يكون عندي الليمون تاعي جاهز للسلطات او للحريره والشوربه للشهر الكريم. بنات كما راكم تشاهدوا انا هنا راني نشوي في فلفله درتها على اون غري كما هكا باش نشويها مليح. راكم عارفين نبغوا الفلفله بزاف في الشهر الكريم، نديروها سلطات نديروها يعني بزاف صوالح. بصراحه انا يعني كما تخطينيش في الطابله ندير كل يوم طبيسي صغير تاع فلفله، نبغي نوجد الفلفله. حتى اليوم راني باغي ندير كميه صغيره، وانما ان شاء الله يعني اللي تحب دير كميه كبيره ما عليها غير الضعف. انا راني نشوي في الفلفله خصوصا على النار كيما هكا تعطيكم ريحه في المطبخ ما شاء الله، تحسوا بريحه رمضان. انا راح نخلي الفلفله تاعي تنشوى وراح نديرو طرق اخرى ان شاء الله من انواع الفلفله ايضا اللي راح نستعملوها في السلطات او في اشياء اخرى كالارز. الان الفلفله تاعنا راهي طابت. انا هنا عندي ماء بارد وعندي الفلفله تاعي، انا ما راحش نغطسها في الماء، راح نغطس فقط اليدين تاوعي باش نقلع هذه القشره باش تحافظوا على الرائحه والنكهه تاع الفلفله. ما لازمش نغطسوها في الماء نهائيا حتى النهار اللي نبغوا نخرجوها من المجمد. رائحة تاعها في المطبخ راهي جد جميلة جدا.
اليوم حسيت كلي رمضان راه عندي بصراحه، مع كل التحضيرات اللي حضرتها معكم، يعني اشياء جميله ما شاء الله. ربي يدخلوا علينا بالصحه والهنا ان شاء الله. اللهم بلغنا رمضان. انا راح نكمل كل تنظيف الفلفل تاعي من الداخل ومن برا، ونقلع عليه الزريعه ايضا، وراح نتلاقوا في عمليه التقديم او التقطيع. الان بعد ما نقيتها مليح راح نجو ونقطعوها. انا راح نحي لها هذه الزريعه، ما لازمش نخليها، وراح نبدا في عمليه التقطيع اللي راح تساعدني البنات. انا راح نكمل كل الفلفل تاعي وراح نتلاقوا. راح ندخلوا للفواكه. بعض الفواكه كما تعرفوا نبغوا بزاف عصائر الفراوله، خصوصا في شهر رمضان حراره ونبغوا نشربوا بزاف العصائر. ننصحكم بالعصائر الطبيعيه. كما ما تكونش متوفره في شهر رمضان راح نخزنوا بعض منها في الثلاجه او في الكونجيلاتور. انا هنايا راني غسلت مليح الفراوله تاعي. راح نحكم الفراوله تاعي، راح نقطعها بهذا الشكل، كل الفراوله تاعي. وراح نجيب ساشي باش نخزن فيه الفراوله تاعي اللي راح نستعملها كعصير. ديري الكميات حسب اللي ترغبي فيه اختي الكريمه. وراح نغلق الساشي تاعي وراح ندخله للثلاجه. انا هنا لازمني نخرج منه الهواء، هذه عمليه ضروريه باش نخرجوا الهواء باش كي نتنوه ما تبقاناش فيه الهواء. الان عندي الكيوي. انا اختاريت فاكهه الكيوي اللي تكون شويه قاصحه ماشي طريه بزاف كما راكم تشاهدوا. نقيتها وغسلتها، والان راح نقطعها لدوائر لاستعمالها في شهر الكريم كنوع من السلطات الفواكه في التزيين او حتى العصائر ان شاء الله. انا راح نقطع كل الكيوي تاعي على هذا الشكل. كما قلت لكم لازم تختاروا الفاكهه تكون شويه قاصحه
ماشي طريه بزاف. يعني ماشي بالضروره ديروا كميات كبيره، وانما كميات صغيره فقط ديروها في المجمد. راح تحتاجوها كي تكونوا دايرين سلطه الفواكه او للتزيين، طرطات او شيء. كما راكم تلاحظوا انا راح نجيب ايضا صاك تاع التجميد، وراح ندير فيه الكيوي، فاكهة الكيوي، وراح نحاول نخرج كل الهواء اللي فيه الداخل باش نغلق الساشي تاعي. الفاكهة تاعنا راهي هنا. الآن أنا راح ندير مزيج ما بين الكيوي والفراولة، يمكن استعملهم كاستعمال سلطات، ولكن الآن راح نديرهم مربعات. ممكن تستعملوا فاكهة أيضا أخرى معهم. يعني شيء جميل جدا بين تمازج الألوان. وراح نجيب الصاك تاعي راح يدخل للمجمد. فيكم ايضا تختاروا يعني الساشيات اللي يكونوا شويه صغار على هكا باش يساعدوكم. انا راح ندير فقط كميات صغيره باش نوري للاخوات اللي عندي في القناه فقط، وانما اللي تحب دير كميات كبيره ما عليها غير الضعف. أخواتي، كانت هذه التجهيزات الأولى لشهر رمضان الجزء الأول. إن شاء الله راح نتبعوا في الجزء الثاني اللي تكون فيه أشياء أخرى إن شاء الله. إن شاء الله تعجبكم وتطبقوا هذه التعليمات. وما عليا غير نقول لكم الآن في أمان الله، وإلى فيديو آخر من فيديوهات أم ريان الوهرانية. ما تنسوهاش باللايكات والتشجيع في القناة باش يوصل لعدد كبير من الأحباب والأصحاب. وما تنسوش أنكم تبارطاجوا لي فيديو تاوعي على المواقع التواصل الاجتماعي. وشكرا والسلام.